حبيت اذكركم واقول لكم تصلوا على النبي، وقبل ما نبدا الفيديو ياريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للفيديو، كمان فولو على الانستجرام. يا صباح الخير او مساء الخير عليكم، اخباركم ايه؟ اعذروني بصور لكم في البلكونه، معلش لان في دوشه جوه ماما واختي بيتكلموا، فانا مش هعرف ان انا اعمل فويس اوفر، مش حابه ان اعمل فويس اوفر وكده عشان بشرح في الفيديو بتكلم وكده، فانا مش هعرف اعمل فويس اوفر تماما يعني. بصوا بقى النهارده انا هعمل لكم ريفيو كده سريع عن الماسكارات دي، يعني استغفر الله العظيم يا رب، يعني انا حظي وحش فيها من ساعه ما جبتها. المهم فانا هقول لكم، بصوا يا جماعه، الماسكارا دي اسمها اسنس لاش برنسس. طبعا غنية عن التعريف والناس كلها عارفاها، والميك اب ارتست كلهم بيستخدموها، وبنات كتير جايبينها. بصوا دي كنت جايباها من سنة كده، مبستخدمهاش كتير الا مثلا في المناسبات، بنستخدمها مثلا وانا نازله خروجه او كده، مستخدمتهاش بصراحه غير مره واحده في خروجه كده، تمام، او مناسبه مش فاكره بالظبط، بس انا استخدمتها يعني انا جايباها من حوالي سنه او اكتر كمان، وهي بنساها يعني عشان انا اصلا جايباها للحاجات المناسبات وكده، لان انا ما بحطش وانا خارجه مثلا مثلا اي خروج كده وخلاص، او مثلا يعني نازله كده للدكتور، او مثلا رايحه في اي حته بحط اي ماسكارا، بحط اي حاجه عادي يعني، فاهمين؟ لكن انا ما بحطش حاجات غاليه، بس الحاجات الغاليه للمناسبات بسبب الخروجه الكلام ده كله. المهم ما علينا، فدي انا كنت جايباها من حوالي سنه ونص، كانت ب85 جنيه. تمام. جبتها من محل اوريجينال بيبيع ميك اب اوريجينال، هو ما اسموش ميك اب اوريجينال، هو اسمه هو تبع لون، او تبع، هو محل ميك اب عادي، في محل ميك اب في المنشية، انا بشتري من عنده على طول يعني، عايزه افتكره وهو كان في بالي بس انا ناسيه الصراحه، بس ما علينا. المهم فانا جبت من عنده دي ب85 جنيه بعد الخصم، تمام. كان فيها من جوه ميه وكده، انا مش عايزه افتحها عشان بفتح يعني هتنشف وكده. كان فيها يعني الماسكارا من جوه فيها ميه، عارفين الماسكارا اول ما تشتريها جديده وكده ما يعني بيبقى فيها ميه كده، دي بقى ما فيهاش ميه، دي ما فيهاش ميه كده، تحسيها ناشفه خالص. وجايباها تفتكروا بكام الايام دي؟ انا واختي جايبينها، انا واحده واختي واحده. بصوا مبدئيا كده مكتوب على الاتنين، هقول لكم المقارنه بينهم، وفي الاخر هقول لكم ايه اللي حصل معايا. مكتوب عليها ان هي ووتر بروف من تحت اهي باللبني، دي مش مكتوب من تحت حاجه، دي ووتر بروف ضد الميه، دي ضد الميه بس مش قوي يعني، عاديه بتتشال، دي ما بتتشالش الا بالطبل البلدي من الاخر يعني. بس دي طبعا ميك اب ارتست بيستخدموها على طول للعرايس والكلام ده، حتى العرايس الجواز وكده. انا جبت دي وقلت جنب دي كده مثلا عشان لما ابدا اشتغل وكده شغل ميك اب ارتست وكده، يمكن ربنا يكرمني وكده في اشتغل ميك اب. عشان الفترة اللي فاتت كنت بعمل مثلا لقرايبي، الناس صحاب اختي، صحابي كده، ف ناس قريبة. فانا هبتدي ان انا اعمل مثلا، فكرت ان انا ابتدي اسوق لنفسي على الفيس وحاجات كده، فربنا يسهل الحال. فابتديت ان انا اشتري دي، اشتريتها بكام؟ اشتريتها ب185، لا ب180 صراحة يعني، 180 يعني ضعف سعر دي، وطن مثلا يعني دي اغلى منها ب100 جنيه. فابص عليها الاقي الجديدة دي عليها الصلاحية بتاعتها سنة 2022 شهر واحد 2022، واحنا في 2023 يعني، بينها وبين تاريخ الصنع بتاعها سنة ونص بحالها، فانا ليه استخدم دي يعني سنة ونص وناشفة من جوه؟ يعني انتوا عايزين تكسبوا فتأذوني وتضروني، انا بتكسبوا على حسابي يعني. دي سعرها الاصلي سعرها جايه 85 جنيه، وكسبانين فيها مش خسرانين طبعا، كسبانين فيها حوالي 35 جنيه ولا حاجه يعني، دافعين فيها 50 جنيه مثلا، دي يكسبوا فيها 135 جنيه. مقلناش حاجه، كسبوا براحتكم خلاص ماشي، بس ادوا للناس الحاجه كويسه وتعاملوا بضمير، متتعاملوش بقله ضمير.
انا بصراحه انا خدت الماسكارات من غير ما اشوفها، عشان انا كنت واثقه في المحل ده، لان انا اشتريت من عنده كذا حاجه قبل كده. انا قصدي هنا ان انا اشتريت فاونديشن ويت ان وايلد فاونديشن كادرس من عندهم، ولكن ما بصيتش في الحاجه، يعني يعني بقول ان هي حاجات كويسه واستخدمتها وطلعت كويسه وما قلتش فيها اي حاجه وحشه. ولكن خلي بالكوا بقى من انكم تشتروا ماسكارات زي كده، عشان انا رجعت الماسكارا دي اصلا. وكمان كنت مشترية من عندهم كومباكت باودر بتاعت ميبلين فيت مي، كانت حلوة قوي بجد، بس ما بستخدمهاش برضو كتير غير مثلا في مناسبات او اي حاجة خروج مهمة كده يعني. اشتريت برضو من عنده ماسكارات وايلاينرات وفاونديشن تشاو اللي هو الجديد، معرفش ايه اللي حصل بجد في حاجة بتاعته. اشتريت ويت ان وايلد، اشتريت اللي هي دي، بشتري تشاو من عنده، حاجات تشاو، بجيب مرطبات تشاو من عنده برضو، بجيب من الصيدلية لا بجيب مرطبات اماندا من عنده، مرطبات اماندا برضو كانت من صيدلية، بس لما لقيت الصيدلية مبتباعهمش رحت اشتري من عنده، لقيتها بسعر حلو نفس سعر الصيدلية، فرحت اشتري. وبعدين طبعا هقول لكم بقى الفرق بين الاوريجينال وبين التقليد. الاوريجينال تبقى بصوا لما تيجي تفتحوها بتعمل تكه كده، بصوا اسمعوا، بتعمل تكه كده اهو. يا رب تكون وضحت لكم في التصوير، هي بتعمل تكه، لكن اللي مش اوريجينال ما بتعملش تكه. وكمان عايزه اقول لكم حاجه، اللي هي بتبقى كوبي بتبقى اللون بتاعها غامق وفاقع كده، دي الدرجه بتاعتها، الالوان بتاعتها بهتانه كده، تمام. انا عملت فيديو كده كنت بتكلم فيه عن الماسكارات دي، بس بتكلم من ورا الكاميرا، بس انا قلت اعمل فيديو ميك اب وكده واطلع اتكلم على الماسكارات تاني. بس الماسكارات دي ان شاء الله انا هرجعها، مش هخليها معايا، لان انا لسه جايباها امبارح، فانا هرجعها معايا الفاتوره، هرجعها ان شاء الله. وطبعا ما انصحش اي حد يشتري ماسكارا تكون ناشفه كده، عشان في ناس بقت بتغلي الحاجه، وكمان بتبقى بايظه او صلاحيتها منتهيه، وتبيعها لك على انها لسه جديده. وحتى في الاكل وفي الشرب الحاجه تبقى ريحتها مخززه كده وبتشتريها، بتضطري انك تاكليها عشان مفيش غيرها، لان ده اللي محطوط في المخازن من زمان، وهم يبيعوه بالرخيص، مش عليهم يشتروا الحاجات الجديده، بيبيعولنا الحاجات القديمة بالرخيص. زي ما تقولوا كده هما كانوا عارفين بالاسعار الغالية، فحبوا يجيبوا كميات ويخزنوها عندهم لحد مثلا ما الدنيا تغلى اكتر، فيطلعوها يبيعوها للناس، كل ما الدنيا تغلى كل ما يبيعوها بالاكتر. زي مثلا الذهب والحاجات دي، والناس دي برضو اللي بتبيع الذهب والحاجات دي برضو كلها بتبقى رخيصة، بعد كده يقوموا مخزنينها ويطلعوها بالاغلى. فبعد اذنكم يا جماعة، بعد اذنكم ما نضحكش عليكم، حاولوا برضو تبصوا في الميك اب بتاع الصيني مثلا، حتى لو صيني، يعني مثلا في اي شادوهات، في الاي شادو، باليت الاي شادو دي بتاعت الاورنج دي دلوقتي عامله بتاع 500 جنيه، انا كنت جايباها ب 300 جنيه، وكانت ارخص سعر كمان وقتها، ممكن كمان تبقى 500 600 جنيه باليت الاورنج اللي انا وريتها لكم في الفيديو بتاع الميك اب ده. فيعني انت لو عروسه هاتيها، متجيبيش حاجه تانية مكانها، متجيبيش حاجه تانية معاها غير مثلا لوز باودر، جيبي مثلا فاونديشن، الحاجات التانية، سيبك بقى من البودريات، هاتي بقى لوز باودر، فاونديشن، كونسيلر، الحاجات بقى الكريميه دي بس، وروجات. لو عايزه تجيبي روجات مط هاتي، بس انت اكتفي بالروجات دي، وحطي من اللوز باودر اللي هتجيبيها مثلا تنشفي شفايفك بيها لو انت عايزه تقلبيها المط، وخلاص على كده، مش لازم تجيبي مط وكده وتكلفي نفسك لو انت عروسه يعني في بدايه حياتك. بس ما تبصوش للناس الميك اب ارتست او الناس البنات اللي هي فاتحه قنوات يوتيوب بيحاولوا ان هم يجيبوا ميك اب مع الوقت وكده بيحوشوا. انا عن نفسي انا بحوش مصروفي وبجيب ميك اب وكده. طبعا انت برضو لما ما تجيبيش ميك اب طالما انت مش عامله قناه يوتيوب عادي، لو انت مش ميك اب ارتست ما تجيبيش ميك اب، هاتي ميك اب اللي على قدك اللي تستخدميه، ولما يخلص من عندك هاتي ماسكارا، هاتي ايلاينر، باودر، لوز باودر، فاونديشن، كونسيلر مع الباليت دي، وخلاص على كده مرطب شفايف، مرطب بشره، السكين كير بتاع بشرتك. الحاجات دي مهمه واساسيه، بس ما تجيبيش بقى بلاشرات بقى وكونتور واي شادو، هي الباليت دي لما كل حاجه تمام.
بس يا جماعه ولما هايلايتر كمان، هايلايتر، روج، بلاشر، اي شادو، كونتور، كله ماشي. خلي بالكوا بقى ما تشتروش الا لما تشوفوا من جوه عامله ازاي. انا خدتها كده ايه ثقة في المحل. على فكره انا كنت جايباها دي برضو من نفس المحل على فكره يعني، وحلوه جدا وطريه من جوه، ووسطه بتحط كده، بتحط عادي، لكن دي بتتحايلي عليها عشان تحط، فانا مش مجبره اني اخدها. حرام ادفع 180 جنيه فيها، حرام، حرام بجد يعني. انا بقول لكم عشان تخلي بالكم، خلي بالكم من حاجات الكوبي، لان انا اصلا كمان كانت من محل تاني برضو يبيع حاجات اوريجينال. كنت مرجعه قبل كده برضو، كنت مرجعه مسكره برضو قبل كده تانية، وحشه، وحشه جدا كانت برضو دي، وناشفه من جوه، وقال لي عليها ان هي الاصليه. قلت له لا دي مش الاصلي، دي التقليد. فقال لي لا دي الاصلي، وبتصمم ان هي الاصلي مع انها ناشفه من جوه، وحشه جدا وما حبيتهاش تماما. انا كنت رحت المحل ده واثقه فيه ان هي تبقى كويسه، فلقيتها ناشفه زي التانية. وكنت جايباها على فكره، التانية كنت جايباها من كام شهر، من شهر 2 و3 كمان، وكنت بدور عليها طول الفتره دي ومش لاقياها. كنت جايباها من شهر 2 و3، كانت ب120 جنيه، يعني غليت في مسافه كام، مسافه 3-4 شهور غليت 50 جنيه، 60 جنيه كمان عندهم كمان. في في محل برضو تاني في سمعت عنه في العصافرة، فانا كنت عايزة اروح اجيب، بس انا في العجمي، يعني من العجمي العصافرة سفر يعني، عصافرة سفر. ف... فقلت بقى ايه، خير الامور اوسطهم، ورحت المحل اللي هو في المنشية ده، وقلت بما اني هدفع فلوس مواصلات كده كده التعب وبتاع، كانت بتبيع 35 جنيه، ومعرفش هتبقى ايه برضو في الاخر، ممكن تطلع ناشفة زي دول، واروح برضو متضايقة ومتدبسة. فقررت ان انا هشتريها من ده، وطلع برضو تدبيسة، فانا هرجعها له على فكرة، مش هسيب حق، مش هسيب حق. 180 جنيه و180 جنيه 360 جنيه، انا اولى بيهم، حرام. طبعا طولت عليكم. وكمان على فكرة عايزة اقول لكم على حاجة، مسكرة ام ان دي احلى من من اسنس يعني دي بتطول اكتر من، يعني انا لما جربت اللي هي الزرقاء دي ما ادتنيش برضو الكثافه اللي انا محتاجاها، لان انا بحب يعني رموشي تبقى مفرقه كده ومش ملزقه في بعض. دي احلى، وكمان دي تحفه رهيبه، تحفه رهيبه، بتفرق الرموش عن بعض. دي اكتر حاجه انا بفكر ان انا اجيبها تاني، اساسا مش بفكر ان انا اجيب دول واحده من دول، انا بفكر ان اجيب من دي وواحده من دي، تحفه، هكررهم تاني ان شاء الله يعني. بصوا، والاسنس دي اخدت ضجه وصيت على الفاضي دايما، اللي بنعمل الاسنس دي اخدت ضجه وصيت على الفاضي دايما، اللي بنعمله للحاجات المقرفه سعر، بس ما علينا. عشان هي اخدت ضجه فغليت. تمام. حاجات اسنس اساسا غليت، في مسكرات منها برضو بقت ب180 جنيه، ف ربنا يرحمنا بجد. وطبعا انتوا لو عايزين اشتروا دي او دي على فكره حلوه جدا، بتكثف الرموش وبتفرقها، حلوه جدا، فكوكم من التطويل. بصوا يعني دي احلى بكتير، وبتطول على فكره، بس حاجه بسيطه بس جميله، جميله جدا. ودي جميله برضو، ممكن تستخدموها فوقيها عشان دي مش ووتر بروف، دي تستخدموها فوقيها. ودول دول هاتوا عادي، بس الناشفه من جوه، لان انا اصلا اللي كنت جايباها قبل كده كانت ناشفه ورجعتها، ودي برضو ناشفه، فانتوا تبعدوا عن اسنس الفتره دي تماما يعني، عشان بيبقوا مخزنين الحاجه وبيبيعوها لكم على انها اوريجينال. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويكون فدتكم، ويكون خفيفه على قلبكم. وبس كده، انا اختكم، بحب ان انا انصحكم وافيدكم باللي انا مريت بيه. وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو، ويا ريت تشيري الفيديو مع صحابك عشان يستفادوا مني. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد على خير، مع السلامه.